كيجي تمرين صغير بس مفعوله كبير. ضعف الانتصاب من اشهر المشاكل الجنسيه، لدرجه ان واحد من كل 3 امريكان عندهم ضعف انتصاب بدرجات متفاوته. فكره تمرين كيجي لضعف الانتصاب قايم على ان اقوي عضلات الحوض، وعلى راسهم عضلتين مهمين، ودول اسمهم عجيب كده شويه، معلش انا اسف. اسمهم اسكيو كافرينوزم وبالبو اسبنجيوزم، ودول عضلتين موجودين في منطقه الحوض، هدفهم الاساسي ان هم يحبسوا الدم في العضو الذكري ويمنعوا التسرب الوريدي اثناء الممارسه الحماميه. ان شاء الله بقى نعرف الطريقه الصحيحه اللي نعمل بيها تمرين كيجل. بص، هو التمرين بسيط جدا بس في ناس كتيره بتعمله غلط. عشان ما تعملوش غلط اهم حاجه تبقى عارف ايه هو احساس انقباض عضلات الحوض. عشان ابسطها لك، عارف لما تيجي تتس وتعمل حمام ميه وتروح قاطع البول فجاه، مش بتلاقي عضلات كده في منطقه الحوض طلعت لفوق؟ اهو ده انقباض عضلات الحوض. ممكن تعمل التمرين ده وانت قاعد على كرسي او انت نايم على ظهرك. بعد كده اروح رافع عضلات الحوض زي اكنك بالظبط بتقطع البول، وافضل ماسك لثلاث ثواني وبعد كده ريلاكس لثلاث ثواني، وكرر ده 10 مرات في 3 مجاميع. من الغلطات المشهوره في تمارين جيجل انك بدل ما تعمل انقباض في عضلات الحوض تروح شافط بطنك وعامل انقباض لعضلات البطن الاماميه، او عامل انقباض للتوتة او للفخذ. فركز واعمل انقباض لعضلات الحوض فقط. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وفولو عشان يوصلك كل جديد.